لما القاضي يعمل محاكمة عشان يحاكم الفئران والجراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ تخيل معايا يا صديقي ان البشر وصلت عقولهم ان هم بقى بيحاكموا الحيوانات. انا ما استغربش يا صديقي، ده واقع وكان بيحصل في يوم من الايام. بس مش انا يا صديقي اللي احكي لك الحكاية، معانا صديقنا المعهود، معانا بصور. رحب بأبطال البصيرة يا بصور. يا أهلا بأصحاب الوعي، جاهزين تسمعوا أغرب حكاية في التاريخ؟ بس قبل ما نبدا الفيديو يا صديقي، ما تنساش اللايك والاشتراك وتابعنا على قناتنا على الواتساب، الرابط هتلاقيه في وصف الفيديو. صلى بينا على النبي يا صديقي، يلا بينا يلا بينا. تخيل معايا يا صديقي إنك صاحي من النوم في يوم عادي وفجأة تلاقي في الأخبار حمار بيتحاكم في المحكمة ومتهمينه بالقتل. يمكن تضحك وتقول يا عمي دي نكتة، بس الغريب إن ده كان واقع حقيقي عاشته أوروبا في القرون الوسطى. والله البشر زمان وصلوا لمرحلة إنهم كانوا بيحاكموا الحيوانات رسمي بمحامين وقضاة وشهود كمان. يلا بينا ندخل عالم غريب جدا، عالم محاكمات الحيوانات، وهنشوف إزاي العقل البشري ساعات بيبقى أعجب من الخيال. انت اكيد بتهزر، هل في فعلا قضايا حصلت زي كده قبل كده؟ قول لي طيب اشهر عشان اصدقك، يعني لازم ادله. أشهر القضايا دي كانت في فرنسا سنة 1386 لما خنزير اتهموه بإنه قتل طفل صغير، والقصة إن الخنزير كان سايبينه في الشارع وفجأة هاجم طفل وموته. أهل القرية اتجننوا وقالوا لازم يتعاقب زي أي مجرم، وفعلا رفعوا قضية ضده واتحاكم رسمي، والقاضي حكم بإعدامه شنقا قدام الناس كلها. والكارثة الأكبر إنهم لبسوه هدوم زي البشر عشان يكون عبرة لغيره من الحيوانات. يا سلام، كأن باقي الخنازير هيتعلموا الدرس. الموضوع موقفش هنا، كان في قوانين رسمية بتسمح بمحاكمة أي حيوان يعمل مصيبة. يعني لو بقرة كسرت سور أو خروف أكل زرع الجيران، الموضوع ممكن يوصل لقضية قدام المحكمة. والأغرب إن في بعض الحالات كانوا بيجيبوا محامي للحيوان يدافع عنه. محامي حقيقي. تخيل المحامي واقف بكل جدية يقول موكلي الحمار مش مذنب، وإن كان في تقصير فهو من صاحبه اللي ما ربطوش. دي لحظة عبثية بتوريك إزاي الناس ساعات بتستخدم العقل بشكل مضحك جداً. كمل يا عم، ده البشر دول عليهم شوية حاجات. ومن أشهر القضايا كمان إن مجموعة من الجراد اتقدمت ضدهم قضية إنهم بيهجموا على المحاصيل، وطبعا الجراد ما حضرش المحكمة، لكن القاضي ما استسلمش وقرر يطردهم من القرية رسميا بقرار قضائي. وفي مرة تانية الفيران اتعمل ضدهم محاكمة جماعية بتهمة تخريب مخازن الحبوب. والغريب بقى إن محامي الفيران طلب من القاضي يمهلهم وقت أطول عشان الظروف صعبة للوصول للمحكمة بسبب وجود القطط في الطريق. تخيل، بقى في مفاوضات قانونية بين الفيران والبشر. يعني الفئران اتحاكمت والجراد اتحاكم، ده ناقصين يا عم لما الناموسة تقرصهم يحاكموها. مش عارف البشر دول كانت دماغهم فين لما كانوا بيعملوا الأعمال دي. النهاردة لما نسمع الحكايات دي ممكن نضحك ونقول الناس دي كانت مجانين، بس الحقيقة إن محاكمات الحيوانات بتكشف جانب غريب من تاريخ البشر. إزاي الخوف من الطبيعة والجهل والديناميكيات الاجتماعية كانوا بيدفعوا الناس يعملوا حاجات غير منطقية. واللي يوجع أكتر إن في عصور تانية البشر نفسهم اتظلموا بنفس الشكل واتحكموا بأدلة هشة وخرافات ملهاش أي معنى. يعني التاريخ مش مجرد قصص مضحكة، لكنه مرآة تورينا ضعفنا وأخطائنا. والسؤال دلوقتي، لو إحنا مكانهم هل فعلا كنا هنبقى أذكى ولا هنكرر نفس العبث بشكل تاني؟ وبس كده يا جماعة، حي معايا بصور. وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده حاجات غريبة وعجيبة زي محاكمات للبشر والجراد والفيران، وحاجات تانية أغرب وأعجب يا صديقي. متنساش رأيك في التعليقات وتحط اللايك والاشتراك وتتابعنا على قناتنا على الواتساب، الرابط هتلاقيه في وصف الفيديو. وبس كده يا صديقي، عز الله عنكم هو ما شرحنا لكم صدور وصداقاتنا وقاتكم، فإنه هو الحي القيوم وهذا من فيه يحبكم فإنه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.